النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم شخصيات التاريخ الإسلامي، وواحد من أهم الخلفاء اللي مروا على التاريخ. الشخصية اللي فضلت رعب الغرب واستخدمها العرب بقصص ألف ليلة وليلة، هارون الرشيد. اتولد هارون في مدينة الري في إيران سنة 149 هجري 766 ميلادي، وكان أبوه هو الخليفة محمد المهدي، الخليفة الرابع للدولة العباسية، وأمه الخيزران بنت عطاء، وهو الابن الثاني بعد أخوه موسى الهادي. في طفولة هارون كان بيظهر عليه مظاهر الذكاء والفطنة والحكمة واطلاعه على العلوم ومعارفها، مما جعله مميز عند أبوه وأمه. وبعد ما كبر هارون وبقى عمره 15 سنة عينه المهدي في الجيش، واللي كان بيضم العديد من القادة الكبار وأمراء الدولة. وبعد ما أتم تدريبه خرج في أول حملة ليه في عام 163 هجري لمواجهة الروم، وحقق انتصارات وتوغل داخل الأراضي الرومانية إلى أن وصل لقلعة بيزنطية اسمها سيمالو وحاصرها 30 يوم لحد ما حقق الانتصار وعاد لبغداد محمل بالغنائم للخليفة المهدي، فكافئه الخليفة بتعيينه على ولاية بلاد أذربيجان وإرمينيا. اتجوز هارون من بنت عمه زبيدة بنت جعفر في عام 165 هجري، وبعدها بفترة قصيرة خرج على حملة لفتح أراضي الروم، وبالفعل اتجه الجيش لغزو أراضي الروم. وكان بيحكم الدولة البيزنطية في وقتها إيرين زوجة إليون، وهي وصية العرش لابنها قسطنطين البالغ من العمر 9 سنين. ولكن قبل المعركة طلبت إيرين الصلح ووافقت على دفع الجزية، فرجع هارون منتصر، وقرر الخليفة المهدي انه يلقبه بالرشيد، ومن هنا جه اسمه هارون الرشيد. كان هارون الرشيد هو الابن المفضل لأبوه وأمه الخيزران، وحاولت الأم إقناع المهدي بأنه يجعل ولاية العهد في إيد هارون مش موسى الهادي، بالرغم من أن موسى كان عنده روح الشجاعة زي أخوه، لكن الخليفة المهدي كان بيحب ذوق الخيزران فوافق على الفور. وكان ابن موسى في الوقت دوت مقيما في جرجان، فأرسل إليه المهدي بأنه يرجع تاني لبغداد، ولكن لما عرف موسى السبب رفض العودة، وده خلى أبوه الخليفة محمد المهدي يخرج ومعاه هارون بالجيش متجهين له. ولكن شاء القدر انه يموت المهدي قبل ما يوصل، وبكده اصبح موسى هو الخليفة الرسمي للبلاد سنة 168 هجرية. لكن فترة حكم موسى ما استمرتش كتير. صحيح انه كان عادل وحكيم زي اخوه، وكان عنده مظاهر الفتنة والذكاء زي هارون بالظبط، ولكن المؤرخين ذكروا الخلاف بينه وبين أمه الخيزران. فكان معروف عن الخيزران إنها تتدخل في الشؤون السياسية للدولة العباسية، حتى إنها كانت بتأثر على بعض قرارات المهدي، إلا إن الأمر ده ما عجبش موسى، فأمرها بإنها تبتعد عن أمور السياسة وتهتم فقط بنفسها وبشؤون القصر الداخلية وبصلاتها. وقال لها إن قدر النساء ليس في الاعتراض على شؤون الملك، وده خلى الأم تحس بإن الحكم بدأ يضيع من إيديها، خاصة بعد ما عرفت انه عايز ينقل ولاية العهد من هارون لابنه الأكبر، بالرغم من ان هارون ما اعترضش على ده وفضل مطيع لأخوه. لكن ده خلى الأم تفكر في محاولة قتله، وحسب ما ذكر بعض المؤرخين قامت بإرسال طعام مسموم ليه، ولما أكله اتوفى في الحال. وفي رواية تانية بتقول إن الأم أرسلت بعض الجواري ليه وهو مريض، وقاموا بكتم أنفاسه لحد ما مات في 14 ربيع الأول سنة 170 هجرية الموافق 14 سبتمبر 786 ميلادي، يعني بعد سنة و3 أشهر. وتولى أخوه هارون الخلافة في نفس اليوم.